اغلب الناس اللي بتراعي الحالة النفسية للكلاب واللي بتنزل تمشيهم، بتوقع يعني وبشوف فيهم ان هما ناس سافروا برا او عارفين السيستم برا بيبقى ماشي ازاي في الحاجات اللي زي دي. فما ينفعش ان لو انت مسافر اي دولة برا وماشي مع الكلب بتاعك وده من حقك، بس الكلاب طبيعي ان هي ممكن تعمل في اي مكان في الشارع. فطبيعي في اي بلد لازم ان انت بنفسك اللي تلم الحاجة دي وبيبقى معاك الشنطة اللي بتلم فيها الحاجات دي. فما ينفعش لان احنا مثلا ما عندناش حاجة تنظم الموضوع ده ان انت تتعامل طالما ما فيش نظام او ما فيش قانون بيحمي ده، ان احنا نسيب الموضوع كده. لا، يعني هي الفكرة ان بره زي جوه المبادئ لا تتجزأ بوجود المكان. رجاء من الناس اللي بتمشي كلابها مفيش اي مشكلة ان انت تعمل زي ما بتعمل بره بالظبط، وانا مش هقول لك انت بتعمل ايه، اكيد انت عارف. لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعملها سبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.